يا صباح الرضا والجمال والهنا عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. يا صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. صلوا على الحبيب وحطوا لنا لايك حلو، والمشتركش في القناة فضلا وليس أمرا يجبر بخاطركم يشترك يا بنات. ربنا يبارك فيكم ويجعل في ميزان حسناتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. هتعملي ايه النهارده يا فارس؟ النهارده يوم الغسيل يا بنت. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هتغسلي ليه في الطشت يوم فارس؟ بصوا الغساله حبايبي بعد ما اتعملت غسلت يا دوبك عليها مره واحده، ودلوقتي تعبيها تنزلهم، مش عارفه باينه في الارض ولا لا، شايفين؟ وهالصرف مرفوع يا بنات، شايفين كده؟ يبقى هو نزل اها. في تلك الحالتين الميه نازله زي ما هي كده. فانا عندي كميه غسيل فوق الفظيعه، يعني كميه غسيل كبيره كبيره، فما فيش مفر غير ان انا حطيت الطشت واستعنت على الشقة بالله كده وابتديت فيهم. والحمد لله ربنا ان شاء الله يقدرنا ويقدركم، اللهم امين يا رب العالمين. غسلت ده كله في يوم واحد يوم فرس؟ لا بصراحة ما قدرتش يا بنات، قسمت على يومين والله، يعني غسلت على يومين. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. حلم الغسيل على جنب كده عشان نعزله، احنا لسه ما عزلناش، يا دوبك بنطلعوه من الغسالة وبنعبوا الغسالة. لقيناها قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معلش فصلت يا حبايبي، صليتوا على الحبيب يا بنات وحطيتوا لنا لايك جبر خواطر، ربنا يجبر بخاطركم. معلش خليكم قاعدين معايا في الفيديو كده عشان تسمعوا كلمتين وتقولوا لي برضه رأيكم فيهم ايه بما يرضي الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين يا بنات الغسيل كان قد ايه؟ والله والله يوم الغسيل ده تعب ما يعلم بيه الا ربنا. حيلة هد يا بنات فعلا. يعني هنا كنت جايبه الصافو برضه بنفضيه في العلب، في الجردل قصدي. واديني ايه هنستعين على الشقه بالله. بصوا عزلت الاسود وحديه، وعزلت هدومهم اللي بيروح بيها الدروس وحديها، والملايات والمفارش وحديهم. وادي الابله مليكه تربعت على الكرسي، عايزه هي ايه تغسل عطش. تحطوا لنا لايك وشجعونا، ربنا يبارك فيكم ويجبر بخاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. الغسالة يا بنتي بسبب ما اتضربت المرة اللي فاتت، انا جبت يعني واحد الاول قال البتي امشي معايا خطوة خطوة وهنصلحوها، ما نفعتش ما نفعتش خالص. الراجل جه القي في بتاعت المؤشر اللي شفتوها دي في حاجة مكسورة، بسبب كده هي مسربة المية. صلحها وعملها لنا وغسلنا غسلة واحدة، والله والله ما دفعت لباقي الفلوس، لسه لي عندي جزء من تصليحها، يعني فاهمين؟ خد جزء وقعد جزء. وجيت المرة دي نولع نشغل الغسالة، نولع نلقى المية تنزل من تحت، نشغل نلقى المية تنزل من تحت زي ما شفتوا كده. طبعا مش هنقدر نبعت له ولا نقول له تعالى غير لما نبقى ماسكة معايا ايه باقي المبلغ وكمان عليه التصليح الجديد. الحمد لله وان شاء الله ربنا كريم وعظيم، يدينا ويديكم الصحة والحيل، اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على الحبيب يا بنتا واجبروا بخاطرنا بلايك حلو، واوقفوا معايا كده وادعموني علشان القناة تكبر ان شاء الله ان شاء الله، تبقى لي سبب رزق. انا محتاجة قوي دعمكم ليا ووقفتكم معايا عشان ربنا يكرمني كده، القناة تبقى لي سبب رزق ليا ولبناتي، ربنا يبارك فيكم ويجبر بخاطركم، اللهم امين يا رب. حتى وزي ما بنقولكم في كل فيديو، حتى المشروع اللي انا كنت واقفة فيه يعني كان موقفني شوية على حالي، ربنا ما رادش بيه ان هو يكمل، الحمد لله. الدفايات دي يا بنتها بتوع دنيا، الدفايات دول بتوع دنيا. انا وجايه من عنديها يوم ما كنا هناك ومشينا، طبعا ما معناش ولا حاجه، فاحنا وجايين ادتني اتنين عشان نغطي اخواتها في القطر، وهي وجايه بوردها جابت وحده فنسيتها، فليها عندي ثلاثه باذن الله اي مره تجي فيهم تاخدهم، لكن دي بتاعتي انا، اللي بتتغسل دي في الطشت بتاعتي انا، واللي فوقيها الحمراء بتاعتي انا، دول ليهم عندي اكتر من 15 سنه. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي من أول الدفايات اللي طلعت خالص خالص يا بنت أم هداديب. صلوا على الحبيب وحطوا لايك يا بنات. أنا قلت له بعد ما غسلت كمية الغسيل دي كلها قبليها، والله والله كان قلبي حاسس، قبليها بيومين ثلاثة قلت له هات لي غسلتيني القدام، لو تفكروا غسالات العادية هو خدهم وداهم هناك بيت أبوه حطهم على السطوح. فالغسالات القديمه يا بنت انا قلت نجيبها، يا ربنا يوسع عليا مره في مره نروح ايه لفه موتور واحده فيهم، لو حصلت حاجه زي كده تغسل معايا شويه. والله اليوم ده انا ما لقيت نجيب انبوبه البرهم، رحت جبتها من الصيدليه قسط، من الالم بتاع كتافي ودراعاتي ما قدرتش انام من كتر الصليل، واقسم بالله العلي العظيم.
راح قال لي ليه انت هتجيبي مواتير؟ قلت له لا مش هنجيب مواتير، بس هاتهم لي حتى لو حطيت طبليه على وحده فيهم نفرد عليها الفطير. خد الكلمه وسكت. تريه هو بيفكر ان انا لما بيجي يلقاني عامله البنت فطيره او عامله مخروطه او عاملين مخروطه بيضه او سكسكيه، اي حاجه تسد جوع البنات. خلوا بالكم من الكلمه، اي حاجه تسد جوع البنات. فكرني ان انا بنعمل اوردرات ونطلعها من وراه. كل واحد ربنا يحاسب على كد نيته وعلى كد ضميره. انا اتكلمت معاه عادي، وانا فعلا كنت عايزه الغسالات، بس خفت نقول له هاتهم نركب لهم مواتير هيتشكل معاه ويبهدلني ويقول لي جبت فلوس من وين وما جبتش من فلوس من وين. وانا ما كانش في الوقت ده معايا فلوس، انا بس بنقول نفسي يعني يكونوا عندي في البلكونه زي ما هم، وربنا يوسع عليا. مسكت مثلا قرش ونروح نودي موتور يتلف، فاهميني؟ يتلف ويتركن. جاني عذر زي كده نروح سحبه ونغسل عليها. عرفت بقى. شوفوا هنا كنت يا حبايبي عامله لهم الملوخيه الناشفه دي على مرقه دجاجه بطماطمايه، وكنت عامله صينيه البطاطس دي. انا ما كانش عندي طماطم للامانه. فاكرين الصلصه اللي انا عملتها وقلت لكم هنشيلها في الثلاجه؟ سحبت كيس الصلصه وعندي حبايه بطاطس وبصله وعليهم عليهم الكيس الصلصه، ونفس كيس الصلصه خدت منه معلقتين على التومه. عملت الملوخيه اللي انتوا شايفينها دي، وعملت البطاطس، وعندنا شويه خيار مخلل برضه شفتوها معايا في المشتروات. بسم الله ما شاء الله. وتغدينا انا وبنتي يوم الخميس زي الفل. الطبخه دي يا بنتي يعني كانت سبب خراب بيتنا، كانت سبب خراب بيتنا. لو لحقت نحكي لكم عليها في الفيديو ده هنحكي لكم، ما لحقتش هنحكي لكم عليها في الفيديو اللي هتشوفوا فيه الخراب على اصوله. الحمد لله على كل حال. بس رحت انا نسيت، والله والله وحياة عيالي انا نسيت ان المواتير خدها والد اخوه بحها، وكانت لينا مشكله دي. وقالوا فارس اللي خدها عشان فارس كان في الجيش، فطبعا لو اتهموه مش هيقدر يوصلوا له. لما جاب السلامه ووجهوه خرب الدنيا، وقال لهم انا ايه اللي هيخليني ناخد حاجه احنا جايبينها وراكنينها. اتضح الموضوع ان والد اخوه هو اللي خد المواتير وباعها بتوع الغساله. قلت له يا عم هات لي الجفات بتاعتها بالحلل الالمونيا اللي جواها وهاتهم لي خليهم، وانا لما يوسع علي ربنا حته من بتاع الربابيكي يا بنت. بصوا الحله دي بنسخنوا فيها ميه، زي ما انتوا عارفين انا عنديش سخان فبنسخن ميه في دي. بتاع الربابيكي يا بنت ساعات بيبقى معدي بغساله قديمه ممكن تستلقط منه موتور، بيبقى سعره مهود على بره. بس فانا قلت له هات لي هات لي الغسالات بتوعي. طبعا هو خد الكلمه وراح وجابيها وايه وحطها في راسه. فاهمين ان انا بنعمل اوردرات وعايزه اطبل الغسالات طبعا عشان نحطه ننشب عليها الفطير، فبيجي رايح جاي. الحمد لله على كل حال. يا رب قدر الله ما شاء فعل. تعبانه يا بنات والله، محتاجه دعواتكم جوه جوه جوه. الحمد لله عملت لبنتي تتغدوا وتبسطوا وكانوا زي الفل، ولا في فراخ ولا في لحمه، بس الحمد لله كنا راضيين ومبسوطين. ويا رب يا رب دومها علينا نعمه. خلوا بالكم يا جماعه مش كل البيوت بتطبخ فراخ ولحمه. انا في اليوم ده مليكه يعني كلت، بس كلت زعلانه لان مليكه بتحب تحط رز على الملوخيه او رز على البطاطس، وانا ما كانش عندي رز فكانت زعلانه خالص. سبب الطبخه دي خربت عليا البيت وكسرت عليا الدنيا وخلتني على راي اللي قال تتفرج عليا الناس لتاني يوم الصبح. شايفين؟ اللهم صل على رسول الله. بعد ما اتغدينا وشربت كوبايه الشاي وقمت جبت باقي الخلق واشتغلت فيه. قعدت والله يا بنت يمكن بعد العشاء بعشتين، يعني لغايه الساعه 9 الساعه 8 الساعه 10 شفتش الساعه ساعتها. بس قعدت نغسل لما تهد حيلي في الغسيل ده. وبعد كده الحبال اتعبت على الاخر بره، المعاليق كلها اتملت. رحت قلت لا، بدل ما نلم الغسيل لين ويعمل ريحه خليه تنزل عليه الشمس الصبح ويكون انا خدت نفسي، وبكره ايه نكمل تاني. وفعلا هو ده اللي حصل. بس للأسف جاء في الليل شندلنا وشندل حالنا، وهتشوفوا كل حاجة معايا في الفيديو الجاي بإذن الله. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي عنده غسالة زي غسالتي يا بنتي، أنا غسلت فريش اللي هي الحضين دي شفتوها. يقول لي يعني ايه سبب ان اللي هي بتطرد المية حتى لما تكون انك انت موقفة الصرف، يعني انت مش مشغله لها صرف، هي بتطرد مية وحديها. فانا باذن الله باذن الله يوسع عليا ربنا هندي الراجل ده اللي انا قلته في ضميري، يعني هندي الراجل ده الفلوس اللي ليه، بس مش هنجيبه هو يصلحها لي، هنشوف او نسال على حد تاني يصلحها لي، لان هو كده عنده ضميرين ان هو يحط لي حاجه من اول غسله تبوظ، فكده ماليش يعني ثقه تاني في التصليح بصراحه.
الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل، وعملنا احلى غدا. بس الحمد لله الحمد لله بنتي اتبسطت، بس ربنا ما جبرش بخاطرهم بصراحة، ولا جبر بخاطري في اليوم ده خالص خالص. اتعبت وزعلت ودعيت على نفسي والله ان انا عملت الوكل، بس بعد كده رجعت لنفسي قلت لو انا ما عملت لهمش كان قعدوا بيجوعوا. هو كان يا بنتها في اليوم ده جاي واكل وشارب احلى وكل. احلى وكل ازاي يوم فارس؟ احلى وكل لان جايب معاه في الكيس اكياس الكاتشب اللي هي بتبقى فاضله من الوكل اللي عجبيه من بره تريفري ده، فاهمين؟ فادى الكياس المليكه، معناها شوفوا ان انا واكل بره. يعني بصوا ده انا ده مش عارفه ونقول ده مبدول ولا ما ايه حكايته ولا مريض نفسي، مش عارفه نقول ايه غير ربنا يلطف بيا وبناتي، اللهم امين يا رب العالمين. كل ما بنتعب يا بنتها بنسيب الغسيل شويه ونقوم نرجع عليه تاني. ليه بنتها ما غسلوش معاك يوم فارس؟ الثلاث بنات في المدارس في الدروس، ومي كانت معايا بس كانت بتغسل مواعين وهتروق البيت، وكانت بتاخد مني تنشر، لان كمان مي صباحها الكبير متعور تعويره جامده في السكين. فبصراحه انا خفت عليها من الصافو، لان برضه الصافو بيلسع لسعه واعره لما بتكوني متعوره. وانا زي ما قلت لكم يا بنتي انا بنحب نغسل غسيلي وبنخاف على البنتة والله العظيم، لان هن ولا وكلات ولا شربات على راي اللي قال، وحيلهن مهدود. فالحمد لله على كل حال يا بنتي، عايزاكم تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم ان ربنا يجبر خاطرنا ويسعدنا ويسعدكم، اللهم امين يا رب، ويوفقني ربنا ويقدرني ان انا نوقف ونكمل المشوار معاهم على قد ما نقدر، وربنا يصلح حالنا وحالكم، اللهم امين. بصوا كميه الغسيل اللي اتغسلت يا بنتي، ما فيش شعرايه فاضيه على الحبال، والله ما كانت في شعرايه فاضيه على الحبال. شايفين؟ تاني يوم اتلمت الغسيل برضه، وهتشوفوا لميت كمية الغسيل كديه على السرير، وبرضه نشرت تاني. مليكة مطلع روحنا، فربنا يهديها ويصلح حالها هي وكل اللي زيها، اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على الحبيب واجبروا بخاطر ربنا، يجبروا بخاطركم وخاطر بناتي يا رب. الحمد لله على كل حال. دي ظرفة الدولاب اللي انا قلت لكم الدواليب ما ملهاش ظرف، مش عارفه نعمل لها ايه، فهي دي الظرفة بتاعتها. شايفين كانت الليل ليا الكيف يا بنتي، خدت اليوم كله وانا في مدعكة الغسيل دي. زي الطبيخ انا اللي طبخاه، ايوه انا اللي طبخاه، وحطيت كمان صينيه البطاطس حطيتها تطيب في الفرن. شايفين يا بنات؟ شايفين؟ كان الليل ليل في ليل في ليل. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بأقل حاجة وبأبسط حاجة بنحاول نسعد عيالنا ونجبر بخاطرهم، بس الزمن هو اللي جاي عليا زيادة عن اللزوم. يجبر بخاطركم ويسعدكم، اللهم امين.